أقول لك اللي في البرنامج، شوف في أشياء إحنا الآن في زماننا والله شيء محزن جدا. يعني كثير من الشباب لو نجي نكلمهم موضوع طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن قدوتك، يقول لك الرسول. طب إيش تعرف عن الرسول؟ ما يعرف عنه شيء، ما يعرف عنه شيء. هذا كلام نعم عن شباب كثير جدا، وتجي تسألهم والله ما يعرفوا شيء عن الرسول. شوف المعادلة كيف. رسول الله عز وجل خاتم النبيين يضحي بكل ما يستطيع من أجل هذا الدين العظيم. موضوع الدعاء في الصلاة يا جماعة والله إنه عظيم، فعلا عظيم. وشبابنا احنا كمسلمين ضحوا بالدين من أجل أي شيء تافه. هذا واقع للأسف. لو نفكر فيها والله هذا واقع. ترى هو السبب واحد، البعد عن الله عز وجل. والله نعم، لما يكون لك حظ من قراءة القرآن يوميا، أذكار الصباح والمساء، ما راح تاخذ منك شيء. أنا أعطيك حل بسيط وجميل جدا جدا. تبدأ يومك في الصباح تقرأ بصفحتان، ورقتين بس من المصحف. ابدأ. اللي يقرأ القرآن بخلاف الإنسان اللي ما يقرأ القرآن، فرق كبير 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 جدا والله. وأنا إن شاء الله في حلقة ثانية إن شاء الله حتكون بإذن الله أوسع وأشمل إن شاء الله. لكن لما أرسل لك أقبل، والله أقبل. رأيت